مسيت العافية عليكم. هواي بمجتمعنا يحكمون على الإنسان بعين واحدة، وبالأخير يتفاجئون بنظرتهم الخاطئة. وسالفتنا اليوم كالتالي: أغلبنا يشوف هذا الرجل وينظر له كعاشق للفن والموسيقى والشعر والشعراء، وما يعرف عنه غير هذا الشيء. وبعد فترة وعن طريق حديث الصدفة عرفنا أنه هذا الرجل هو الشيخ الراحل الشاعر خالد بن محفوظ، من أصول يمنية، سعودي المولد والنشأة. وكان هذا الرجل مدير إدارة البنك الأهلي السعودي، ومن أغلى الشخصيات بالوطن العربي والعالم. والأحلى ما بالموضوع أنه ابن محفوظ كان شاعر غنائي جميل، كتب أجمل الأغاني للراحل أبو بكر سالم، وكتب أيضا لمحمد عبده وأصيل أبو بكر، وكتب أيضا للراحل العظيمة ذكرى، لكن باسم مستعار، والاسم المستعار هو الناصر. وأغلب جيلنا مار عليه هذا الاسم بتايتل قناة روتانا. هذا الرجل افتتح مراكز طبية لدعم مرضى السرطان وعلى نفقته الخاصة، وكان بموسم الحج يفتح بوفيهات مجانية للحجاج، ناهيك عن الأعمال الإنسانية الأخرى. ومن الجميل بالذكر أن الشاعر الراحل كان يساعد هواي عوائل عراقية محتاجة، وهواي يتكفل بمبالغ مالية من أجل إجراء عمليات جراحية للعراقيين ببغداد، وعن طريق شخص عراقي يسكن مدينة الصدر العظيمة. رحم الله الشاعر الناصر. وخلونا بعد لا نحكم على الآخر من خلال حياته وأسلوبه الخاص، ولا نطلب من الآخرين أن يعيشون وفق قوالبنا المعينة حتى نتقبلهم اجتماعيا. في ماله.